طبعا سوزة يعني وكيل سوزة عنده وكيل. الراجل ده كل ما يحس انه الميديا ترجع تتكلم عنه يقوم عامل تصريح عندنا هنا بسرعه، يقول لك انا روحي فدا الاهلي، وسوزة عايز الاهلي، ووالد سوزة عايز الاهلي، ووالدة سوزة عايزه الاهلي، والجيران والشارع والمجتمع البرازيلي والناس وكل الناس. بس الراجل المدرب نعمل ايه؟ هو الراجل عايز يسيب الباب موارب طول الوقت، وكيله ذكي. هو عايز يبين انه اللعيب عايز يجي الاهلي باي شكل، فهو عايز يسيب الباب موارب. ربما في يناير يحدث جديد، ربما الايام الجايه يحدث جديد، لكن اللي انا عارفه ان الاهلي مخلص المهاجم ومنتظر القصه بتاعت قندوسي ممكن تحصل وتوصل لايه. حتى الان بيشوفوا ان قندوسي هيبقى آه، اعارته عامله ازاي. انا عايز اقول لكم على حاجه. آه، اتفتح موضوع حسين الشحات مع محمود عبد العاطي دونجا اللي هو لاعب خط نص نادي بيراميدز، وقالوا له يا دونجا انت ايه رايك في القصه دي؟ فدونجا قال انا لو كنت موجود وقت الصفعه بتاعت حسين الشحات للشيبي دي انا كنت يعني مش هعرف اسكت لانه غلط وبتاع. حلو كده. لكن بصراحه يعني هو الشحات، هو الشيبي جه طاهر يرقصه قال له انت مجنون عايز تلبسني كوبري وشتمه. ده طاهر. ما اعرفش في كاس السوبر برضو قال ما اعرفش ايه. في ما اعرفش هو قال ان هو يعني الشيبي مستفز في بعض الحاجات اللي بيعملها، وقال ده مش اسلوب الشحات. لكن انا لو كنت شفت الصفحه دي ما كنتش سكت. فيعني ممكن يكون هذا الاستفزاز هو السبب. يعني زي ما يعني قال دونجا نفس الكلام اللي كلنا بنقوله، انه محدش يرضى او يقبل برد الفعل بتاع حسين الشحات، بس يجب ايضا على الشيبي ان هو ما يستفزش المنافسين بهذه الصوره، خصوصا ان هو معتاد على كده من وقت ما كان حتى بيلعب في هناك في المغرب. عارفين انه الموضوع ده وصل دلوقتي للنيابه كمان، وفي بلاغ مقدم من الشيبي ضد الشحات، والشحات مع المحامين بتوعه وقضيه وهتخش في القضاء العادي يعني. باهر محمدي مشي من الاسماعيلي او خلاص في طريقه انه يمشي من الاسماعيلي في شرط جزائي في عقده 20 مليون جنيه، وهينتقل الى النادي المصري. 20 مليون جنيه شرط جزائي يدفعهم المصري ياخد باهر محمدي، والاسماعيلي يعني قال انه انتقاله يعني ده شرط جزائي هنعمل فيه، احنا عايزينه يقعد بس خلاص ده شرط جزائي موجود في عقده هنضطر ان احنا نسيبه. لكن في الاصل طبعا الفلوس دي هتفرق جدا مع النادي الاسماعيلي في سداد مستحقات اللاعبين. وزي ما قال الكابتن ايهاب جلال هو الاسماعيلي عنده مشكله، عنده ايقاف قيد، بس الناس بتشوفش غير الزمالك. خد بالك الاسماعيلي عنده ايقاف قيد، انبي عنده ايقاف قيد، تخيلوا. انا خايف انام اصحى الاقي مثلا فاركو لسه مفكوك عنه القيد. هتلاقي عندنا انديه عندها ايقاف قيد واحنا مش واخدين بالنا، بس هي الناس مركزه اكتر مع الزمالك. انما الاسماعيلي محتاج فلوس لسداد مستحقات اللعيبه اللي موجوده. فالكابتن ايهاب جلال حتى قال كده، قال انا اللعيبه اللي موجوده هعتمد عليهم اعتماد كامل، وعندي قطاع ناشئين المهم عندي مش هجيب مين، المهم عندي هقدر اسدد الفلوس بتاعت اللعيبه دي ازاي. هو ده المهم اللي اتكلم عنه الكابتن ايهاب جلال في تصريحاته الاخيره. البطوله العربيه كنت بكلمكم عنها في بدايه الحلقه، هقول لكم بقى دلوقتي بعد انتهاء امبارح رسميا البطوله الفوز النصر السعودي باللقب، والنصر ده اتعادل مع الزمالك. كريستيانو في اخر 3 دقايق وجري على شيكابالا اداله التيشيرت، اداله القميص بتاعه. فبالحسبه بقى الزمالك كان كسبان، يبقى الزمالك كان ممكن يوصل فاينل، يبقى الزمالك كان ممكن ياخد اللقب. امبارح النصر كسب الهلال 2-1، الجولين لكريستيانو رونالدو. كاس الملك سلمان. سافيتش خد افضل لاعب في البطوله لاعب الهلال. القفاز الذهبي نواف العقيدي حارس النصر اللي هو احسن حارس يعني. النجم كريستيانو رونالدو طبعا توج بلقب هداف البطوله برصيد 6 اهداف. الجوائز 10 مليون دولار. التقسيمه بتاعتها كلها راحت للسعوديه، يعني اغلبيتها منهم 8 ونص راح السعوديه. النصر السعودي خد 6 مليون دولار، الهلال خد 2.5 مليون دولار. كان زمان يقول لك لما لعيب جامد محترف او لعيب جامد
في الانديه اللي هي في الخليج يعني، يجيب جول فالشيوخ بقى تهديه عربيه. ما ده كهربا مره حد قال لي ما اعرفش مين، عربيه نوع مش هقول نوع يعني، عربيه جامده جدا عشان جاب جول. ما طب كريستيانو اللي جاب جول جولين امبارح ممكن يديله، ده راجل مرتبه 200 مليون يورو في السنه، ممكن يجي له هديه ايه بقى؟ ها ممكن ايه؟ انا في رايي ممكن يجي له دبوس بدله يعني. فكريستيانو امبارح طبعا كان نجم النجوم وحديث لانه في النهايه كريستيانو يعني. 6 مليون دولار جايزه المركز الاول للنصر. الهلال السعودي 2.5 مليون دولار صاحب المركز الثاني. الثالث الشرطه العراقي والشباب السعودي، كل نادي اخذ 200 الف دولار فقط. ده دور ايه؟ السيمي فاينل، اللي يوصل سيمي فاينل ياخد 200 الف دولار. اللوكه كلها والهبره كلها في الفاينل، اللي هو 6 مليون اللي بيكسب، والتاني اللي هو الهلال 2.5 مليون. الشرطه العراقي والشباب السعودي وصلوا سيمي فاينل وخسروا، كل واحد 200 الف دولار. اللي وصلوا دور الثمانيه بياخد كل واحد 150 الف دولار، اللي هم السد القطري والوحده الاماراتي بتاع موسيماني والرجاء المغربي والاتحاد السعودي بتاع بنزيما. اما في اللي خرجوا من الدور الاولاني بقى، الزمالك، اتحاد منستيري التونسي، الصفاقسي التونسي، الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، الكويتي، اهلي طرابلس الليبي، الوداد المغربي. كل نادي من دول اخد 100 الف دولار فقط بعد هذه المباراة، بعد هذه البطولة يعني. انما امبارح نائب احمد دياب رئيس الرابطة كتب على البيج بتاعته، لان الموضوع بقول لكم خد مساحه يعني، قال ديربي الكره المصريه الاقوى والاكبر في الشرق الاوسط، شاء من شاء وابى من ابى. طبعا مفيش فيها كلام. السيد محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على صفحته الشخصيه اتكلم وقال كلام انا مش معاه خالص. قال كلام الراجل صحيح 100%، لا مش صحيح 100%. هو عايز يقول ان احنا عندنا مشاكل لازم نحط ايدينا عليها ونحلها يعني، وقال ان منظومه الاهلي ناجحه وكل حاجه، مفيش حد يقدر يتكلم. منظومه الاهلي انجح منظومه، والدليل النتائج والنظام المالي اللي في النادي الاهلي، مفيش شك في ده يعني. لكن كلام الراجل مش صحيح 100% خالص. عندنا مشاكل في الجمهور وبندخله، عندنا مشاكل في التنظيم، ممكن عندنا مشاكل في البث الفضائي لان احنا بنجيبش يوروهات، مئات الملايين من اليوروهات ونصرفها كده، ما عندناش كده. عايز اقول للاستاذ محمد ضماطي ما عندناش الطريقه دي يعني. ربنا كرم اخواتنا في الخليج وبيعملوا كده، لكن احنا ما عندناش ده. فبنعتمد على ايه؟ على ايدينا وعلى افكارنا. ممكن تكون شويه حد فكره محدود نقول له ده غلط ودي صح، لكن انا مش معاك ان كلام الراجل 100%. كلام الراجل 0%. 0%. شعبيه الاهلي والزمالك الديربي هو ده القصه، الكلام سيبك من التنظيم وشكل بس التلفزيوني وكل الكلام ده نتكلم فيه. لكن شعبيه ديربي الاهلي والزمالك، ومش انحياز، والله العظيم ما انحياز، احنا بنسافر كل حته في الدنيا. ما في واحد عربي عايش في المانيا قال لي ياه ده ديربي النصر والهلال، احنا ما ولا شفت حد في امريكا ولا لما رحنا فرنسا ولا لما قابلنا حتى اخواتنا في الامارات ولا حتى السعوديين نفسهم لما بنسافر السعوديه حد بيقارن ديربي النصر والهلال بديربي الاهلي والزمالك. بس كده يعني. عموما كمان ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم الرابطه قال ان احنا بنحترم تطور الكره السعوديه، طبعا كلنا بنحترمه، لكن ضرب الاهلي والديربي الاهلي والزمالك يظل الاقوى. غياب الجمهور بيؤثر على بعض المباريات في الملاعب، لكن دي نتيجه احداث موجوده فرضت علينا في السنوات الاخيره، واحنا بنحاول ان احنا نزود الجمهور، وان شاء الله نزود الجمهور خلال الفتره الجايه. انا طول عمري اقول انتقد للتصويب مش لجلد الذات، يعني اوعى تقلل من نفسك. احنا احسن حد في الدنيا، احنا ننتقد للتصويب. مسؤول مش واخد باله من حاجه نقول له خد بالك، واحد هزر ولا حاجه في حاجه نقول له ما تهزرش خد بالك. فكره افضل من الموجوده في اي مجال، مش حتى في الرياضه ولا في الكوره، نقول له خد بالك يا فلان عندنا الفكره الفلانيه. يبقى الانتقاد للتصويب مش لجلد الذات، يعني مش عشان خاطر نقعد طول الوقت نجلد في ذاتنا، لا، انت احسن من اي حد